ايوه مدام ميرفت عندها وجهه نظر ثانيه خالص. هي المشكله الحقيقه مدام ميرفت بتقول انا مالي ومال 6 ابريل يا جماعه حلوا مشكلتي وانا اروح وانا عايزه اقعد في الشارع. انا جيت بلافتات بكتب بقول في انا بنقبض شغاله في الجهاز كذا وبنقبض كذا واجري اليوم كذا وتاميناتي مسروقه وحاجتي مسروقه ولافتات وشعارات فين تاميننا فين احنا بنعرف نفسنا احنا عمال كده يعبروا عن مشكله حياتيه يا اخوانا. يا جماعه ده موضوع كبير. انا لما يبقى في واحد اجره اليومي 3 جنيه وربع في اليوم يفتح بيت ازاي؟ معانا رجاله ومعانا ستات ومعانا والناس تفتح بيوت بالمبالغ دي ازاي؟ تعيش ازاي؟ وبعدين نروح نسال على التامين بتخصم مني 3 جنيه وربع مرتبي والسواق والغفير والفني بياخد 5 جنيه في اليوم وبيتخصم مني حصه التامينات الاجتماعيه اللي هي 13. طب يعني هسالك سؤال كده غريب يا مدام، انتوا موجودين من قبل 6 ابريل. ايوه. طب لو كانوا شباب 6 ابريل دول لهم مطالب سياسيه مش زيكم يعني مش بيطالبوا برفع المرتب ولا حاجه، هم عايزين يغيروا مواد في الدستور يعني بيطالبوا طلبات سياسيه، لو كانوا قعدوا جنبكم كده وهم في حماسهم كنتوا هتنضموا معاهم؟ لا طبعا. احنا لنا مشكله خاصه جايين نتكلم فيها وده اللي فعلا حصل يوميها. احنا كنا موجودين قبليها وموجودين بعديها ولسه مستمرين اهو. كل هدفنا وكل طلباتنا ان احنا نحل مشكلتنا، حد يسمعنا، حد يشوف فلوسنا اللي بتتسرق دي بتروح فين، حقوقنا دي مين يجيبها لنا، مين يجيب لنا حقوقنا، ده كل اللي احنا بنفكر فيه. طيب في وجهه نظر يا مدام ميرفت بتقول يعني ما تاخدونيش انتوا اللي جبتوا لنفسكم، يعني انتوا اللي قاعدين في الشارع، هو حد كان جبركم انكم تقعدوا في الشارع؟ انا قعدت في بيتي 11 12 سنه ما خدتش حقي، ولما رحت التامينات لقيت نفسي بتسرق وبعت تكسب ان انا بتسرق ووصلت الورق لمكتب الوزير ان انا بتسرق، ما حدش فكر يعمل لي حاجه. رحت قدام السلطه التنفيذيه والتشريعيه لعل وعسى صوتي يوصل وبعد 23 يوم نازلين المسؤولين بيتفاوضوا معايا ايه حكايتكم؟ والراجل بيسال كأن ما سمعش عننا، مع ان احنا من شهر 9 واحنا بنناحي في الموضوع ده هو. يعني تاميناتي لما انا باخد 3 جنيه وربع وبيتخصم مني تامينات واروح التامينات يقول لي ان انت بدون قطاع. انا شغاله ليه؟ يعني الحقيقه الكلام مدام والله بتقولوا بصدق شديد جدا وعفويه شديده جدا. هو حاطط معتصمين ورجال امن في مكان ما انه المنوط بيهم حل المشكله مش موجودين. يعني قصدي هذه الفئه لو ان هي من كتر زهقها من كتر ضيقها من كتر يأسها بدل ما يبقوا سلميين بدرجه 100% بقوا سلميين بدرجه 98%. زعقوا لا احنا بنبقى 101%. في النهايه هيحصل تصادم ما بينهم وما بين الامن، والناس اللي المفروض تحل المشكله مش موجوده في المشهد خالص. احنا ليه بنخلط بين الوعي الخاص والوعي العام؟ الناس بتتكلم على مساله حياتيه يعني شويه يعني زياده في المرتب بس ما لهمش علاقه لا بابريل ولا بمايو ولا ب 18 و 19 يناير ولا اي حاجه. المساله ببساطه مساله بتمغصهم بطنهم عايزين يعني يمولوا حياتهم بقائهم ليه ب 6 ابريل وبالمظاهرات ده شوفي حتى كمان كلامها ان الامن قال لهم تعالوا هنا يعني عشان نأمنكم هنا ما يطلعوش ولا تتفاعلوا مع حد ولا الشراره تمشي بعيد ولا ان احنا نقتل دور الامن ده دور الشارع ده يعني دور الامن يعني انت كمان زودت صمتنا على صمت تاني. واللي داخلك ده مين؟ لا ايه ده هو يعني لما تيجي تخرجي من المكان يقول لك انت خارجه رايحه فين؟ لما يلاقيك يقول لك انت خارجه رايحه فين؟ احنا ممكن ما نخرجكيش. طب يعني ما تخرجنيش هنا برضه كلامها مظبوط. انا قلت لك يا مدام منى في الاول وبعدين مين اللي داخل بنأمنهم ونأمن اي عناصر اخرى تندسف. انا بس احنا تعبنا من قعده في الشارع، ناس تعبت، الناس اتبهدلت. احنا عايزين نيجي نقعد في الشارع يجيبوا لنا حقوقنا ويجيبوا لنا حل واحنا نروح. وفي حد تخيل ان هو يحب يقعد في الشارع الناس تتفرج عليه كده طول النهار، تتوضي ازاي وتفطر ازاي وتصلي ازاي وتنام ازاي وتقوم ازاي، طول النهار قاعدين نشد في هدومنا ونغطي برجلينا ليه احنا وصلنا للمرحله دي؟ ليه؟ نفسي اعرف احنا ليه وصلنا للمرحله دي.